السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم كده في السريع المشتريات اللي انا اشتريتها، اللي هي تكملة الفيديو بتاعت اللي انا عملت فيديو قبل ده، اللي قلت لكم لازم نعمل جرد للحاجات اللي عندنا بتاعت السنة اللي فاتت، علشان لما ننزل نشتري ما نشتريش وخلاص. هنا انا اشتريت البوت الزرع الصغيرة دي، هتشوفوها معايا في الديكور انا هحطها ازاي. وجبت معايا الشريطين اللي هم الشرايط الخيامية دول. أو كل ده هفرشه معاكم وهوريه لكم. دول كان سعرهم الاتنين ب15 جنيه. وجبت الكوشن ده. الكوشن ده عامل 25، عليه كلمة رمضان كريم، بس طبعا علشان الكاميرا مقلوبة مش ظاهرة. عامل 25 جنيه. في منه اشكال وانواع كتيرة، انا اخترت الشكل اللي هو اللي فيه جولد ده علشان يبقى ماشي مع الديكور بتاعي. وجبت طبقين التسالي دول، الواحد عامل 20 جنيه. الصراحة شكلهم تحفة، يعني شكلهم حلو قوي، وتغيير برضو. كان الواحد فيهم عامل 20 جنيه. الحاجات دي الحد اللي انا بوريها لكم كده انا شارياها من الشارع. وكمان منسيتش طبلة المسحراتي لاحمد والابراهيم زي ما انتوا شايفين كده. جبت طبلة المسحراتي دي. في حد قال لي الواحدة ب30 جنيه، مشيت قدام شوية كده جبتها ب15 جنيه، يعني الاتنين ب30. الطبلتين كده كانوا ب30. اهم ما تخلوش حد يستغلكم في الفترة دي، لان كل البياعين دلوقتي عارفة ان انت نازلة تشتري ومضطرة وعايزة تجيبي زينة رمضان. ففي واحد ما بيبقاش عنده ضمير بيغلوا في الاسعار يعني. اما الحاجات دي كنت جايباها من رنين، دي تقريبا عاملة 24 جنيه. اللي هي علبة المناديل دي على شكل فنانيس، برضه هتشوفوني هحطها ازاي. انا كل حاجة شارياها عارفة مكانها اللي انا هحطها فيه بالظبط. فالحاجة غالية، رتبي افكارك قبل ما تنزلي، وبعد كده ابدأي قرري انت هتشتري ايه. وده طبق التسالي اللي هو بتاع اليميش وكده، برضو عليه فنانيس ورسومات لرمضان. ده برضو جايباه من رنين، الطبق عامل 24 جنيه تقريبا. مش عارفة 24 ولا 20، بس هو في الحدود دي، مش فاكرة قوي يعني. انا بقول لكم اهو ان هو طبق تسالي فيه كذا حاجه، يعني تقدري تحطي فيه مكسرات ويميش وزبيب، فيه كذا حاجه يعني. انا الاطباق التسالي اللي جبتها اللي هي شكل الهلال والنجمه دي جبتها جولد، لان انا عايزاها يعني معتمده اللون الجولد. ودي فازه كده كانت ب19 جنيه فرنين، برضو انا محتاجاها احط فيها ورده كده. والكسترات دي اللي هي بتاعه رمضان. الكستر طبعا عليها اشكال رمضان كتيره، ورمضان كريم وبكار وفنانيس. دي تقريبا برضو كانت عاملة 23 او 20، حاجة زي كده، تقريبا 20 او 19 جنيه. اللي هي الكسترات دي. الحاجات دي جبتها كنت جايباها من رنين. اما الحاجات اللي وريتها لكم الاول فدي كنت جايباها من الشارع بره. دي المشتريات اللي انا اشتريتها بعد ما عملت جرد للحاجات اللي عندي، ولقيت نفسي دي الحاجات اللي انا محتاجاها. وكمان هعمل معاكم ديكور كده بسيط، بس مش الفيديو ده عشان ما حبيتش ان انا اطول عليكم، بما اني كمان عامله الفيديو على مرتين. لان انا كنت حملت الفيديو الاولاني اللي كنت وريته لكم، اللي هو بتاع جرد المشتريات بتاعت السنه اللي فاتت. والفيديو ده لسه بعد ما اشتريت الحاجه وكده حبيت برضو ان انا اوريها لكم قبل ما احطها. ده الفانوس بتاع السنة اللي فاتت، او يعني بتاع اللي قبليها كمان. وده فانوس كده عجبني، كنت عايزة حاجة في اللون الجولد زي ما قلت لكم. ولقيت حاجات اسعارها عالية قوي، وانا كنت عايزة اشتري حاجة على قد. فجبت الفانوس اللي انتوا شايفينه القمر ده ب30 جنيه. جبت منه اتنين. الفانوس الواحد ب30، فانا جبت منه فانوسين. وشكله جميل جدا، وبالذات لما الاضاءة بتطفي شكله تحفة. اهو التاني زي ما انتوا شايفين معايا كده الفانوسين. الفيديو ده كده خلاص مش هطوله عليكم. هعمل معاكم فيديو بعد ده ان شاء الله، اللي هو هعمل معاكم فكرة الحبل النوري ازاي ان انت تقدري تعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اتمنى ان انتوا تشجعوني، وان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك للقناة. وما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي تعليق حلو زيكم. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. شايفين الفانوس ده
تحفة بجد بجد يعني شكله تحفة، وتشوفي شكله مش ما تديلوش السعر اللي انا جايباه بيه ب30 جنيه. اهم حاجة زي ما قلت لكم، ما تخلوش التجار وما تخلوش حد يستغلكم، لان هم دلوقتي بيبقوا شايفين ان انت نازلة تشتري بيغلوا الاسعار. فانت انزلي واتفرجي وخدي فكرة يعني عندي واحد واتنين وتلاتة، وبعد كده شوفي الاسعار واللي يعجبك ايه وابدأي ان انت تشتري. انا كده خلاص المشتريات بتاعتي خلصت، بس احب هعمل معاكم اللي هو الفيديو بتاع حبل النور ده. يا ريت تتابعوا الفيديو، انا مش هطول عليكم في الفيديو ده، هعمل لكم بيه فيديو تاني. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان خاطر قناتي تكبر بيكم. قناة اهل الدار، كل سنة وانتم طيبين.